أنا موجودة هنا وراح ألتقي بكاتب عراقي شاب يوصف بأنه موهبة باهرة من قبل كثير من الكتاب والقراء. خليكم وياي بهاي الفقرة الجديدة. ممكن تحكي لنا عن مجموعة قصصك القصيرة بثورة عقارب الساعة؟ ثورة عقارب الساعة مجموعة قصصية تناولت الواقع العراقي ما بعد 2006 لتقف على الضد من لغة الدم، ولتحاور جيل جديد، ولتخاطب هواة المستقبل، صناع المستقبل، لتقف على التطرف بكل أنواعه. زين، هاي القصص بهذه المجموعة تحمل نفس الثيمة؟ القصص بأفكار متعددة ولكن تحت معنى واحد. في قصة ثورة عقارب الساعة اللي هو عنوان الكتاب، أدرس حاكم ظالم دمر بلده وحولها إلى مجزرة في ظل ظهور انتهازية كبيرة من علماء ومن أدباء ومن فلاسفة، إلا شخصية نينو اللي ترمز لصناعة ساعة عملاقة تدور عقاربها بعكس التوقيت وبشكل شخصية عراقية غاطسة بالدم. هذا الشخص تحدى جبروت الحاكم وشكل ثورة شعبية بطريقة فلسفية. العراق أصبح فيلم ورواية وقصة ولوحة وكل إبداع يعني، بسبب الظروف المريرة اللي عاش بها. نهار عمرك 22 سنة وهذا عمر مبكر تكون به مؤلف، شو وقت بديت الكتابة؟ نشأت بالكتابة، أنا من عائلة أدبية صحفية يعني، المحيط المناخ العائلي يحتم علي أن أكون بضمن هذا الجو. زين نهار، ممكن نعرف هاي الموسوعة بها كم قصة وش قد استغرقت الوقت بكتابتها؟ أخذت أكثر من 2 سنين كتاب. ثورة عقارب الساعة هي المجموعة الأولى طبعاً، تناولت 122 قصة. زين نهار، شنو اللي جذب عملك بالنسبة لدار النشر المصرية؟ دار السندباد استقبلت العمل بعد أن نشرت بجريدة الأهرام بصفحة مبدعون أكثر من مرة. زين نهار، من هو القارئ المثالي بالنسبة لك؟ القارئ المثالي هو الذي يعتبر الكتاب خير صديق. القارئ المثالي هو الذي يقرأ كل شيء ويكون له رؤية بأي كتاب يقرأ. زين، شنو اللي تتمنى ياخذون القراء من قصصك؟ أتمنى ياخذون حرية التعبير، أتمنى ياخذون رسالة السلام اللي موجودة بالقصص، أتمنى يتركون السلاح ويتجهون للقراءة. زين نهار، ممكن تختار لي قصة قصيرة تقرأ لي اياها؟ اوكي، اكيد ممكن. اكو قصة تحت عنوان سيرة، هذه من ضمن مجموعة قصص نشرت في دار الآداب ببيروت. أعتقد أنها كلش قريبة من عندي يعني. قصة اسمها سيرة. أقول: ولد فقيرا فأدمن على الجوع والعوز والتشرد حتى تيسر حاله وأصبح متسولا، ومضى بعد طول غياب وصار سارقا، ثم عاد فصار وزيرا، وعند إحالته إلى التقاعد كان سفاحا. طبعا شكرا لك نهار. صحيح هي القصة كلش قصيرة بس تحمل معاني كبيرة.